الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. رؤية اليوم من أجمل البشريات والمبشرات التي امتن الله سبحانه وتعالى علينا بها. وضعت لها عنوان: إذا جاء نصر الله والفتح، فعلى قدر البلاء يكون الجزاء والفرج. كانت هذه الرؤيا قبل حوالي 7 أشهر. يقول صاحب الرؤيا: رأيت كأني أتبع أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وكان يلبس ملابس عربية قديمة وعمامة على رأسه. دخل إلى مدينة فلحقت به، ثم وجدت نفسي في زقاق، ثم خرجت، تغير المشهد، خرجت إلى سهل واسع به عشب أخضر، رأيت فيه جيش كبير، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجمع غفير من الصحابة فوق 3000 مقاتل. رأيت منهم سلمان الفارسي رضي الله عنه، وبلال بن رباح، وغيرهم كثير. كان منهم من يركب على فرس، ومنهم من يسير على رجليه. ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ملابس القتال أو ملابس حربية، ويركب على فرس، وفي يده خوذة من حديد. هذا الجيش يتجهز ويستعد للذهاب إلى أرض فلسطين نصرة لأهل غزة. بدأت ألحق بالجيش، فأوقفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: لم أرى وجهه بوضوح. أوقفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي: أنت ستبقى هنا لتقاتل أنصار اللات والعزى. ثم مضى الجيش وأنا أنظر إليهم. وقع في نفسي أنهم سيصلون إلى أرض غزة بعد 2 إلى 3 أيام. أولا نتفق أن هذه الرؤيا لم تقع بين عشية وضحاها، وإنما هي بشارة من الله سبحانه وتعالى نستأنس بها ونستبشر بها ونصبر ولا نتعجل، لأنه من الطبيعي أن هذا تدبير ويستغرق وقت. كذلك في نهاية الرؤيا قال: وقع في نفسه أنهم سيصلون إلى أرض غزة بعد 2 إلى 3. 2 إلى 3 تقدر ب2 إلى 3 أعوام. هذا ما يتوافق مع رؤى أخرى، مثل الرؤيا المشهورة لسامح دلول، ورؤيا أخرى كنت عرضتها في فيديو سابق بعنوان معركة التحرير. بدأت الرؤيا بأنه يتبع أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وهذه بداية أولية مبشرة بصدق الرؤيا وصدق الرأي، أي أنه يتبع الصدق والحق في حياته كلها تقريبا. كلما دخل إلى مكان لحق به، حتى دخل وجد نفسه في زقاق. هذا خاص بالرائي، أنه يمر بضيق ويقع في مأزق، ولعل السبب الخفي والأساسي وراء وقوعه في الضيق والمأزق هو صدقه وقوله الحق. كما هو معلوم في هذا الزمان وهذا العصر، كثير ممن يقول الحق والصدق هو من يؤذى ومن يضيق عليه. ثم بعدها خرج إلى أرض واسعة فيها عشب أخضر. هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يفرج عنه ويوسع عليه أمر دنياه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجمع غفير من الصحابة ومقاتلين وجيش من المقاتلين في هذا المكان الأخضر الواسع. هذا هو تدبير الله عز وجل الذي لا نعلم عنه. الله سبحانه وتعالى يبشرنا به في هذه الرؤيا. بدأ له الرقم بوضوح: أكثر من 3000 مقاتل، وهذا الرقم هو علامة على النصر بعد الذل، كما في قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. فهذا الرقم دليل نصر الله سبحانه وتعالى للمسلمين بعد الذل والكرب العظيم. وقد تواطأت كثير وعديد من الرؤى وتواترت على هذا الأمر، أن معركة تحرير فلسطين سيكون فيها تسخير من الله عز وجل وأمر للملائكة بالقتال ومساندة المسلمين كما كان في غزوة بدر. ثم رأى بوضوح من بين الصحابة سلمان الفارسي. لماذا بالتحديد سلمان الفارسي؟ نعلم أنه كان صاحب المشورة الصائبة على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب بحفر الخندق، والذي كان بفضل الله سبب في نصرتهم في هذه الغزوة. ولماذا غزوة الأحزاب بالتحديد؟ لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين حينها أشبه بحال أهل غزة اليوم من الحصار والضيق والجوع والمتاعب،
حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه حجر من شدة الجوع وكان يحفر في الخندق. أيضا سلمان الفارسي معلوم عنه أنه صاحب علم غزير. لما حضر معاذ بن جبل رضي الله عنه الموت قيل له أوصنا، فقال التمسوا العلم عند أربعة، وذكر منهم سلمان الفارسي. لذلك هو يرمز لرجل صاحب علم وصاحب مشورة صائبة قوية يكون سبب في نصرة المسلمين بفضل الله وتوفيقه. ثم بلال ابن رباح. بلال بن رباح كان من المؤمنين المستضعفين الذين صبروا كثيرا على الأذى، ثم رفعه الله سبحانه وتعالى وأعزه ونصره بالإسلام، فهو دليل على هذا الحال للمسلمين، ثم يرفعهم الله سبحانه وتعالى وينصرهم ويعزهم بعد ذلك. كذلك يستبشر ويستأنس بمعنى اسمه رباح من الربح والفوز بإذن الله. نقطة مهمة في الرؤيا أنه لم يرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح، لأن النبي هنا يرمز لرجل يكون على منهاج النبوة، يسخره الله سبحانه وتعالى ويوفقه لقيادة هذا الجيش العظيم بإذن الله، ويكون فيه من صفات الخير ما فيه، وعلى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمر الرائي فقال له ستبقى هنا لتقاتل أنصار اللات والعزى. هذه مكانة سيبلغها الرائي متعلقة بجهاد الشيعة ومن خالف السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل الفرج لأهل غزة وللمسلمين المستضعفين في كل مكان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج الكرب عن أهلنا في السودان وفي كل مكان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.